أولا عزيزي هيكل، دعني أكون معك صريحا كالعادة، ودعني أكشف كل الأوراق أيضا كالعادة. شخصيا أقول بأن السبب الرئيسي في تعثر فريق الوداد الرياضي بالإمارات كان هو التأخر في الوصول إلى الإمارات ب 48 ساعة، وكان على الأصح على الأقل أن يكون ب 72 ساعة. لماذا هذا التأخر؟ نحن عشنا هنا في المغرب، وعاش معنا فريق الوداد الرياضي، وعاش معنا اللاعب فريق الوداد الرياضي أن هناك استقبال ملكي لفريق الوداد الرياضي قبل الرحيل إلى الإمارات. وأنت تعرف والجميع يعرف هنا بالمغرب أن اللاعب المغربي يكون يتطلع دوما إلى هذا الشرف، شرف الدخول إلى القصر الملكي، شرف الصورة التذكارية مع ملك البلاد، وأيضا وهذا واقع الاستفادة من كرم ملك البلاد. الأمر الغريب جدا وهو ما تداولته هنا الصحافة الوطنية، وتداولته الصحافة الوطنية المسؤولة والجدية والصادقة والتي لها مصداقية، وعلى رأسهم أحداث أنفو، أن سعيد النصري رئيس فريق الوداد الرياضي في اللائحة المقدمة إلى الديوان الملكي أقحم عناصر دخيلة، أقحم عناصر غريبة لا تنتمي إلى الوداد الرياضي. وأنتم تعرفون ونحن نعرف هنا بالمغرب أن مثل هذه الأمور هي فيها إساءة للبروتوكول الملكي، وبالتالي أن كان رد فعل إلى الديوان الملكي حسب هذه المؤسسات الإعلامية هو إلغاء هذه الزيارة، وهذا طبيعي جدا. وأنا أقول أن هذا التأخر وهذا التعثر ليس وراءه القصر الملكي، ولكن وراءه سعيد النصري وفق هذه المؤسسات الإعلامية، لأن الأمر لم يكن فيه احترام نهائيا لا لحرمة وشرف المؤسسة الملكية، ولا أيضا حتى لحرمة وشرف مؤسسة الوداد الرياضي. وبالتالي أن هذا النوع من التهور وهذا النوع من أقول التهور الكبير والكبير جدا غير مقبول نهائيا، وبذلك أثر أولا نفسيا على اللاعبين، لأن كان لهم هذا الطموح، طموح الاستقبال، وهذا التأثر النفسي أثر عليهم أيضا بدنيا، خاصة بعد التأخر في الوصول إلى الإمارات. وأقول أيضا هناك عوامل أخرى دعني أيضا أفضحها وأتحمل مسؤوليتي. هناك وسوسة أيضا لبعض السماسرة الذين وسوسوا لبعض اللاعبين والذين قدموا لهم عروضا وهمية من فرق أوروبية كبيرة. اللاعب المغربي الهاوي بعقلية هاوية حينما يسمع بأن فريق من ألمانيا وفريق من بلجيكا فهو أكيد أنه سيلعب لنفسه ولن يلعب إلى المجموعة. هناك عامل ثالث هو أن فريق الوداد الرياضي فقير على مستوى تركيبته البشرية، هذا واقع. أنا أقول برافو لحسين عموت الذي دبر عصبة الأبطال الإفريقية بذلك العدد الهزيل من اللاعبين. وهناك عامل آخر أيضا وهو مؤثر أيضا، هنا الثوابت الأساسية لفريق الوداد الرياضي غابت. أنا أقول غاب صاحب التجربة وصاحب الأناقة في خط الدفاع يوسف رابح، رغم ما قدمه كومارا، فأقول أن مكانة رابح لا بديل له لحد الآن. أيضا هناك إصابة أناجم لا بديل له، هناك أيضا العودة المتأخرة للحداد لا بديل له. وأقول أيضا وسمحه الله اللاعب النقاش أيضا تعامل بنوع من التهور في ذلك المقابلة، أن يلعب فريق الوداد البيضاوي 60 دقيقة بناقص لاعب ومن حجم اللاعب نقاش، فهذا أمر أيضا صعب. وهنا أوجه الرسالة إلى الحكام المغاربة، كفاكم من المحاباة، كفاكم من التساهل مع اللاعبين المغاربة، طبقوا القانون بحرفيته، لأننا حينما نواجه إفريقيا أو عالميا نجد نفسنا أمام حرج كبير. واضح. وأقول لك عزيزي هيكل أن أجمل درس استفدناه الآن هو أن لا نتعامل بنفس المنطق وبنفس التساهل وبنفس التهور مع التحضير للمنتخب المغربي إلى روسيا. يجب أن نغلق الأبواب على السماسرة أولا، والآن يتحركون يمينا ويسارا، ويجب أن نصد إليهم. ونحن كإعلاميين لنا مسؤولية تاريخية لفضحهم، لكشف أوراقهم الانتهازية. مصلحة كرة القدم الوطنية فوق كل اعتبار. واضح أستاذ محمد الميغودي، طبيعي جدا. هيك أقول لك مهما كانت النتيجة ومهما كانت أيضا حتى قوة النتيجة،
فيكفي حسن عموتة وهو يتعرض الآن لحملة مسعورة إعلامية مأجورة. أقول له وأقول للاعبين: يكفيكم الرسالة الملكية التي أشادت بكم، يكفيكم حب المغاربة، ويكفيكم أيضا الفرحة التي أدخلتموها إلى بيوت كل المغاربة. أقول: عموتة سيبقى حتى ولو انهزم في اللقاء المقبل واحد من أبطال إفريقيا، والذي كتب اسمه في الحالة المدنية للكرة القدم الإفريقية كواحد من المدربين الوطنيين الذين فازوا بعصبة الأبطال الإفريقية. وأقول لكل المرتزقة من المحللين الجبناء وكل الإعلاميين المرتزقة: فحسن عموتة والوداد الرياضي يكفيهم شهادة البرقية الملكية، ويكفيهم أيضا حب المغاربة. الرسالة واضحة كابتن محمد الميغودي وأستاذ محمد الميغودي، الرسالة واضحة.